السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. رجعنا مع فيديو جديد، وان شاء الله هذا الفيديو غادي يكون بدايه ديال سلسله ديال تحضيرات شهر رمضان المبارك. الحويجات اللي نقدروا اننا نحضروهم على اتساع، راه من رمضان ما شاء الله مازال ليه شهرين، ولكن نقدروا اننا نحضروا بعض الحويجات اللي هما هذا هو وقتهم في المتناول ديال الجميع. هنايا ملي خرجت قديت صراحه لقيت الحامض اللي هو رخيص، 2 كيلو ب5 دراهم، وكاين حتى قل. و الفرomboise لقيت فرomboise اللي هو رخيص، هذا هو الوقت ديالو. كيتباعوا هكايا في لي باركيت من 5 دراهم حتى ل 10 دراهم على حسب لي باركيت، على حسب الجوده ديال الفرomboise. وما شاء الله راه كاين بواحد الكثره، ممكن اننا ناخذه في هذا الوقت هذا اللي هو وقته وناكلوه بطبيعه الحال، وكذلك اننا نستغلوه نديروه في الفريغو، نحتاجوه في شهر رمضان، نحتاجوه في الصيف، نحتاجوه في الحلويات. كنبغيو اننا نديرو حلويات اللي فيهم الفواكه الحمراء، فهذا هو الوقت ديالها. الفريز، فرomboise، البلوبيري، اي حاجه لقيتوها ممكن انكم تحتفظوا بها وتستعملوها من بعد. هنايا عندي الحامض ديالي، جبت واحد البانيو، درت فيه الماء، درت فيه الحامض، ودرت فيه الخل الابيض. سمحوا لي راه هذيك اللقطه ما تصوراتش. الخل الابيض، وخليت فيه الحامض واحد شويه حتى انه بدا كيرطب ليا. جبت واحد الشيته كيف ما شفتوا ديال الكوزينه اللي هي نقيه، كنستعملها فقط في انني نغسل الفواكه ديالي ولا هذا. هي اللي بديت كنحك فيها، كنحك في هذا الحامض في القشره ديالو مزيان، حكوهم من كاع الجهات، ما تبقى فيهم نهائيا حتى شي حاجه. كيكون التراب، كيكون بعض المرات تكون فيه واحد القشيرات، سمحوا لي ما عرفتش الاسم ديالهم، واحد القشيرات كيكونوا في الجلده. بما اننا غادي نستعملوا الجلده حتى هي اولا حتى هي في هذا الروح ديال الحامض، نحاولوا اننا نغسلوهم مزيان مزيان. هنا من بعد ما غسلت الحامض ديالي وحطيته حتى تقطر مزيان، جبت واحد السوبيره اللي هي كبيره اللي غادي تقطني في هذا الحامض هذا، وجبت حكاكه. حاول ان الحكاكه تكون شويه جديده ماضيه، باش اننا نحكو الحامض ديالنا. نحاولوا اننا نحكو غير هذيك القشره الصفراء، ما نوصلوش نهائيا لهذيك سميتو البلاصه البيضاء، لانها كتلق واحد المروره وغير صحيه. نحكو غير بشويه بشويه هكا، غير نطلعوا مره ونحيدوا فقط غير هذيك القشره الصفراء، هي اللي حاجتنا بها، وهي اللي فيها ديك النسمه ديال الحامض اللي هي زوينه كتطلع. غير هذيك القشره. هنا من بعد ما كملت هذيك الكميه كامله اللي عندي، راه عندي هنايا 7 كيلو ديال الحامض او الليمون. 7 كيلو اللي هي كامله حكيتها. ما خديتش قشور بزاف، ولكن حاولت ان ناخذ الماكسيموم اللي غادي نستافد منه. هنايا القشور كيف ما كتشوفوا فقط غير هذيك القشره الصفراء، راه ما فيهاش نهائيا هذيك المنطقه البيضاء، ما وصلتش ليها وما حكيتهاش. هنا غادي نحطها على جنب، وغادي نجيب العصاره ديالي وغادي نبدا نعصر في هاد الليمون اولا الحامض. نعصروه مزيان، ونخليو شويه حتى شي نقطه الماء. هنا ما شاء الله الحامض ديالي راه فيه الماء، وخرج ليا تقريبا واحد اش نقول لكم، واحد 3 لتر ونص اولا علين 4 لتر ديال الماء ديال الحامض، لان فيه الماء ما شاء الله. فعصرته كامل. المهم بديت كنعصر وانا كنخدم. هنا هاد الكميه اللي دابا عصرتها غادي نكبها من الفوق ديال هادوك القشور ديال الحامض. ولكن من بعد قبل ما انني غادي سميتو نكب فوق منه العصير ديال الحامض، غادي نجيب السكر. هنايا راه استعملت 2 كيلو ديال السكر فهاد الكميه ديال العصير اللي خرج ليا هاد الحامض هذا. وبطبيعه الحال عينكم ميزانكم، الناس اللي ما كيبغيوش السكر بزاف، ولكن لان غادي نستعملوه مع الماء، غنزيدوا ليه الماء، غنزيدوا ليه فواكه من بعد على حسب نوع العصير اللي غادي نستعملوه، فما غاديش نحسوا بهذاك السكر بزاف اللي فيه. والسكر كيساعد اننا ملي نبغيو ناخذو كيجينا ساهل. هنايا راه كملت الكميه اللي عندي كامله ومع السكر، وهو ضروري تحطوه فوق البوطاجي، وانتي كتقضي الشغل ديالك وانتي كتحركي
حتى يذوب السكر مزيان في هاد الحامض هذا. خليوه نهار كامل، 4 سوايع، ليله كامله، على حسب الوقت اللي عندكم. ما عندكمش الوقت بزاف، اقل حاجه تخليوه هي 4 سوايع حتى ل6 سوايع. عندكم الوقت حاولوا تخدموه في الليل وتخليوه حتى الصباح وعاد تصفيوه. هنايا جبت الطاسه النيشه اللي غادي ندير فيها الحامض، وبديت كنصفي. جبت هنا صفايه اللي تكون عوينه ديالها رقيقين باش ما تدوش لينا نهائيا القشور ديال الحامض. حنا الغرض ديالنا فقط بهذاك العصير اللي غادي ينزل لتحت. عندك الوقت وعندك صفايه اللي هي كبيره، غادي تكبي الكميه ديالك كامله وخليها حتى تقطر على خاطرها. ما عندكش الوقت بحالي وما عندكش انك تخليها، ما عندك صفايه كبيره، فقط انك غادي تديريه على هذه الطريقه هذه بمعلقه، وانتي كتحاولي انك تضغطي العصير ينزل لتحت ويبقى عندك فقط الفوق غير القشور ديال الحامض. نستمر على هذه الكميه، على هذه الطريقه هذه حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي كامله ديال عصير الحامض. من بعد ما سميتو صفيت هذيك الكميه اللي كانت عندي كامله ديال عصير الحامض، فهي عمرت لي هاد الطاسه هذه. غادي نسدها بحال هكا، هي عندها دوك الجنيبات، وغادي ندخلها للفريغو او الكونجيلاتور حتى تجمد. بطبيعه الحال ممكن انكم تستعملوا سميتو هاد لي باغكيت هادو فرديين، ممكن انكم تستعملوهم في البلاستيكات وتحزموهم، ممكن كويسات صغيورين وديروهم كيبقى التخزين على حسب نتوما كيفاش بغيتوا انكم تخزنوهم. هذا الحامض اللي كنت خدمت معكم عاد في الفيديو، وهذا حامض اللي ديجا كنت دايراه في الكونجيلاتور ومخلياه سميتو يعني صوبته من قبل وخليته. كيف ما كتشوفوا هو ساهل كيجي، وكتهزوا الكميه اللي نتوما بغيتوا وكديروها في الماء اولا في العصير اللي بغيتوا مع الفواكه اللي بغيتوها. وما نقول لكمش المذاق ديالو فهو كيجي زوين بزاف. ومن التحضيرات اللي حنا غادي نحتاجوهم، يعني الحوايج اللي غنحتاجوهم ان شاء الله في رمضان في الصيف، وكيبقى من العام حتى العام ما كيطرى فيه حتى شي حاجه. هنايا الفرomboise ديالي رانايا غسلته مزيان وصفيته. هاد لي باغكيت ديالو نيت غسلتهم واستفت فيهم هاد الفرomboise ديالي. وكيف ما كتشوفوا جبت السلوفان وجمعته بالسلوفان وخشيته في الفريغو باش يجمد ليا. كما تشوفوا هنايا راه كنت حضرته على اتساع جامد. كيف ما كتشوفوا راه غير كتقيسوه كيتفرتت. فمن الاحسن الكميه اللي نتوما غتستعملوها هي اللي تكون مجموعه مع بعضياتها. الفيديو ديالنا حد هنا كيكون سالا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وانكم تكونوا خديتوا منه بعض الافكار اللي تكون مفيده لكم في تحضيراتكم لشهر رمضان المبارك. حد هنا نقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم بمشيئه الله، وما تنسوناش من لي لايك. مع السلامه.